أهل الثقة ولا أهل الكفاءة؟ دايما السؤال اللي أنا متبني هذه القضية الجدلية، إن أنا لما أجي أعين حد أعين معايا أهل الثقة ولا أهل الكفاءة. ودايما كنت أنا من أصحاب النظريات إن أنا دايما أبدد أو أفضل أهل الكفاءة على أهل الثقة، ولكن نظرا للأمور اللي بتمر بينا واللي شايفينها في شركاتنا وفي مجتمعنا، ممكن نسترجع هذا الأمر بتقديم بعض الثقة على أوقات اختيار الكفاءة. بمعنى ان انا الموضوع لو اتسألت صرف كده اهل الثقة ولا اهل الكفاءة، هرد عليك قولا صريحا الديبند على السيفيريتي اوف بيبل، يعني او السيفيريتي اوف ذا بروجكتس، درجة خطورة المشروع. هل انت المشروع ده في وقت ما يتضمن منك سكيورتي يعني امان، ولا يتضمن منك انجاز، ولا لو حطيناهم في كفة من الكفتين ترجح فيهم حاجة عن حاجة؟ فدايما لازم تفكر بهذه العين الثاقبة. والتوقيت كمان، مش بس السيفيريتي اوف ذا بروجكتس، توقيت اختيار الاشخاص. هل انت عندك نزيف من الريسورسز، يعني حصل نزيف كبير جدا للريسورسز اللي عندك وتأثرت كشركة، فدايما عايز حد يكون اهل ثقة يحافظ لك على هذا النزيف. وفي نفس الوقت انت عندك luxury of the time، عندك وقت براح ان انت تستخدم الناس اللي عن الثقة، ولكن الكفاءة لسه هنعلمها ونتعلم مع بعض. فالمعنيين دول مهمين جدا. عشان كده لازم لما تفكر بهذه الكيفية، الميزان ثقة ولا كفاءة، لازم تحطهم في مسطرة واحدة، ولازم تفكر دايما انا محتاج ايه دلوقتي. كمان الحاجة المهمة قوي اللي انا فكرت فيها، وانا لما اختار اهل ثقة اكيد عندهم الكواليفيكيشنز المبدئية للكفاءة، لان لو اخترت الثقة بس without any qualifications، فانا بالتالي مش هقدم خطوة لقدام. بحافظ على الريسورسز بتاعتي، واذا ربما يكون ده اوبجكتيف ان انا احافظ على الريسورسز بتاعتي بس من غير تقدم، تواجد في مكان، اتمام مشروع، تسليم او حاجة معينة لاونرز او بزنس اونرز او مدير، فانا محتاج في هذا التوقيت اهل ثقة. ولكن لما يتطلب الامر مني انجاز، مع ان انا مش شايف ان في ثقة كبيرة محتاج احطها في الراجل كواليفايد رازر زان لما يكون ثقة بس، فبالتالي انا محتاج في هذا التوقيت اهل كفاءة عشان ينجزوني. عشان كده المعضلة مهمة جدا. لما تيجي تفكر لازم تحط ميزان الثقة معاك، ولا تتغاضى عن ميزان الكفاءة. ولما تيجي تختار الكفء اوعى تتغاضى عن موضوع الثقة، لانها واحدة من الحاجات المهمة جدا ان انت تبقى باصص انا في انهي توقيت، انهي خطورة للمشروع من الشخص اللي بختاره، عشان تعمل موازنة قوية جدا. شكرا.